السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لي لايك وتسيبوا لي كومنت. النهارده هنقدم لكم طريقة فراخ مشوية جديدة. معايا فرخة انا مقطعاها زي الفراشة، هي فرخة صغيرة. معايا وراك، تمام؟ اللي انت حباه اعمليه. تمام كده. معايا بقى دبس الرمان، ده شيء اساسي، وصويا صوص، ومعايا زيت، ومعايا بقى للتوابل بتاعتي معايا فلفل وملح وتوم بودرة وبصل بودرة وبابريكا وحبة سكر. تمام كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط الزيت. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنحط الصويا صوص، طبعا دبس الرمان بقى هناخد قيمة نص فنجان كده. طبعا دبس الرمان بيبقى تقيل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. دي طريقة الفراخ المشوية بالدبس الرمان، طريقة جديدة وسهلة وسريعة. طبعا الرمان متوفر دلوقتي في السوق، ممكن نعمل منه دبس رمان زي ما عملناه معاكم السنة اللي فاتت. تمام كده. هبدأ بقى ان انا اغرز كده الورك بتاعي عشان التتبيلة تخش جواه. طبعا الفرخة الصغيرة دي قيمة كيلو الا ربع. انا لقيتها بس عند الراجل، انا كنت جايباها فرخة للشوي. طبعا جبت فرختين، فرخة كبيرة وفرخة صغيرة. الفرخة الكبيرة خدت منها الوراك والصدر هعمل بيه وصفة تانية، والفرخة الصغيرة عملناها مشوي بالطريقة دي، طبعا مغسولة ومتصفية. نبدأ بقى نقلبها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. طبعا هنسيبها بقى في التتبيلة شوية، قيمة ساعتين مثلا. تمام كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا لو ما عندناش عسل، لو ما عندناش دبس الرمان، لازم يكون الدبس الرمان يكون موجود. عشان الوصفة كلها على الدبس الرمان. هسيبها بقى تتبل لمدة ساعتين وبعد كده ارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني يا حبايبي بعد ساعتين. طبعا انا هنا معايا صينية غلفتها بالفويل، معايا هنا شبكة. الشبكة دي هنا بتاعتي عندي بتاعت الشواية اللي هي بالكهرباء، خدتها. وممكن تعملوها بالشبكة اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت، اللي هي بتتقفل، اللي هي بتاعت الشواية الفحم، ممكن تعملوا بيها برضه.
اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. طبعا هو لسه فيه تتبيلة. تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. هندخلها بقى الفرن على درجة حرارة 260 على اعلى درجة. انا نزلت الشبكة من تحت على الرف الاولاني، ما خليتهاش في النص، وعلى اعلى درجة لمدة ساعة. وبعد كده بعد الساعة هوطي النار على 180 واسيبها ساعة كمان. وكده حبايبنا الشكل النهائي للفراخ بتاعتنا المشوية. طبعا احنا قدمنا جنبيها محشي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلوكوا كل جديد. طبعا هوريكم بقى اللي الفراخ مستويه اهي وجوسي. التتبيله واصله لغايه جوه اهي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلوكوا كل جديد، وتعملوا لي لايك وتسيبوا لي كومنت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.